بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم، إن شاء الله قاعد تكونوا بخير مهنيين وبأحسن الأحوال، وأهلا بالجميع في قناتكم من كل فن شوية. اليوم بإذن الله وصفتنا من الزمن الجميل، خبز البايت المقلي بالبيض اللي كانوا يديروه بزاف أمهاتنا، من الوصفات الاقتصادية والسهلة واللي ما تشدش وقت في التحضير. راح نديروها ان شاء الله اليوم بطريقة جديدة، راح نحشوها بالشوكولا او المعجون، راح يكون عندها مذاق كيما لي بني. نبداو بسم الله وعلى بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. لهذا الوصفة نحتاج لها هذا الخبز البايت. بكري كاع كنا نديروه، نديروه في البيض مع الحليب ونقليوه في الزيت. اليوم حنبدلوا له شويه، حنديروه بطريقه واحده اخرى. هنا عندي 3 حبات بيض، من 2 حتى 3 حبات بيض حسب الكميه تاع الخبز اللي عندك. عندي هنا كاس ماشي معمر تاع الحليب، رشه تاع الملح، عندي لافاني ملعقه صغيره، حنديرو لاباتا بيني، وعندي ملعقه سكر. نخلط جيدا، حنديرو هذا الخليط لاباتا بيني هذه، حنضيف لها ملعقه كبيره تاع الفارينه مع ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. نحط ملعقه تاع الفارينه، ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات باش تنفخ لنا، ولافاني هناك درناها باش تنحينا زفره البيض باش يعطينا ذوق بنين في الخبز تاعنا. نخلط جيدا. والطريقه جديده في هذا الخبز راح نحشوهم بهذا الشوكولا ولا المعجون واش يكون عندك. ديروا هكا في الوسط بهذا الشكل. وهنا عندي المعجون، ندير المعجون في الوسط. نحاول ما نلحقش للحواف. هنا الحشو يولي اختياري، اما ديروا هكا بالشوكولا طارتيني ولا بالمعجون ولا حتى بطفيه كراميل، وتقدروا تاني الشوكولا هذا تزيدوا له المكسرات وتحشوا به. حنايا المهم نحتفظوا بهذا الخبز ما نرميوهش، يولي وصفه بزاف بنينه، نقتصدوا ونديروا بها وصفات اما مالحه او حلوه. وهالطريقه كانكم راكو تاكلوا لي بني محشيين، وصفه بزاف بنينه وسهله التحضير. دوك بعد ما ندير هذه الكميه مباشره نغطسهم في هذا الخليط ونديرهم في المقله. هنا بعد ما درت الزيت تسخن نحط مباشره في الخليط ونحط في الزيت. غير تتحمر نقلبهم ونكمل مع البقيه. ولي تتحمر من الجهتين نحيها ونحطها في الصفايه تقطر. وكان هنا كي نحيهم نخليهم يقطروا، كي نكمل كاع الكميه تاعي نرمدهم اما بالسكر ولا نحط عليهم ولا نزينهم بالشوكولا من الفوق. هنا يولي اختياري. وهنا بعد ما طيبت كاع الخبز تاعي ولا قليته كاع وقطرته ورمدته في السكر، انا ما زينتوش بالشوكولا، زينته غير بالسكر باش يبان لكم جيدا. وهنا عندكم الاختيار، تزينوه بالشوكولا من الفوق، ديروا خطوط تاع الشوكولا من الفوق. هنا راح نفتح لكم حبات باش تشوفوا الحشو كيفاش يجي لداخل. هنا شوفوا كيفاش يبان الشوكولا ولا المعجون. كما قلت لكم عندكم الاختيار، كل واحد يحشي الحشو اللي يحبه. المهم حنايا هذا الوصفه تجي بنينه، ذوقها كيما لي بني هايلين بزاف بنان، وعلى بالي حتعجب جميع افراد العائله.
خصوصا كي يكون بقالكم كمية كبيرة تاع الخبز. ديروها بهذه الطريقة وانتو ما تحصلتوا على وصفة سهلة تجوزوا بها قهيوة العصر ولا مع لمجة تاع الصباح. ان شاء الله وصفتنا تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. نتلاقاو باذن الله في وصفات واحد اخرين وافكار جديدة. ما عليا غير نقولكم خليتكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.